السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. طبعا الفيديو اللي انا النهاردة منزله لكم ده بجد حاجة كده من الخيال. عايزاكم تشوفوا شكل الشعر قبل وتشوفوا شكل الشعر بعد، وتشوفوا الشعر لما جيت اعيد على الجذور. وتشوفوا النهايه. طبعا انا مصوره قبل ومصوره بعد، بس ده في المقدمه كده وريت لكم شكل الشعر بعد الغسيل مباشره. طبعا الشعر ولا مدهون ولا اي حاجه، بشد فيه بايدي وبشد فيه بالمشط وبسرح فيه، ولا شعرايه واحده بتنزل من الشعر. ده طبعا الفيديو ده هنحكي الفيديو ده كان عباره عن ايه، اشتغلنا ايه، وكان معمول ايه. زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده الشعر بعد ما اتفرد، شايفين الفوليوم؟ بصوا بصوا الشعر نازل شعرايه، كل شعرايه بشعرايتها كده. بصوا بفرق فيه وبشد فيه وبعمل فيه، ولا شعرايه واحده. اقسم بالله العلي العظيم هتبهركم النتيجه دي. النتيجه بعد بدون دهان بدون اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. انا بوريكم شكل المشط، ان انا قاعده اسرح واوريكم المشط وافرق فيه واشد فيه. ولا شعرايه مأستكه ولا شعرايه محروقه ولا شعرايه شيطه ولا بيتساقط ولا اي حاجه. طبعا ده شكل الشعر اهو في الطبيعي. لما جت تعيد على الفروه من جوه يا جماعه بتتعمل كل 6 شهور زي ما قلنا. طبعا احنا نشتغل بقلب جامد بعد 3 شهور كمان، مش 6 شهور، لاننا بنعمل فرد معالج. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ده الشعر طبيعي قبل ما نعمل فيه اي حاجه، وهو مغسول وهنوزع لسه عليه الماده، لسه ولا توزع عليه ولا اي حاجه. بس قبل ما نحكي عن الفيديو ونقول الفرد ده فرد ايه ومدته قد ايه على الشعر، وبنستخدم معاه ايه عشان نحافظ على رونق الشعر كده وجماله، نقول الاول كده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اي حد بقى بيتفرج عليا لاول مره ما ينساش يشجعنا كده باشتراكه وباللايك الجميل بتاعكم والكلام الحلو. انا شايفه فيه كسل كبير جدا جدا، بس انا طبعا مضطره ان انا انزل شغل كل يوم زي ما انتم عارفين. طبعا دخلنا فتره مدارس وكله مضغوط وكله، يعني ربنا يعين الجميع يا رب. ده شكل الشعر قبل. طبعا كان فيه تساقط نسبة بسيطة جدا. طب في تساقط ليه؟ لأن الفروة يعني رجع منها الغذاء أو العلاج أو الشعر. لما يبتدي يطلع معايا أنا بشد في الشعر، الشعر مش مأستك معايا رغم إن هو مغسول بشامبو مرتين وتلاتة عشان ينشف أو عشان يبقى نظيف، عشان لما أجي أوزع المادة يبقى أنا بشتغل كده على نظافة. طيب احنا عملنا ايه وايه اللي يتناسب مع الشعر اللي زي كده؟ قلنا لو هنصبغ الصبغه بتبقى قبل ما نعمل اي حاجه. قبل الفرد بالذات بنصبغ، ما ينفعش بعد البروتين او اي نوع فرد ما ينفعش اصبغ بعده. حرصا على سلامه الشعر عشان الفتله ما تتحرقش مني او ما تقعش او ما يحصلش معايا مشاكل، لان ما ينفعش اصلا اعرض الشعر بعد كده لاي حاجه، غلط جدا يعني. طيب احنا عملنا ايه للشعر ده بعد 6 شهور؟ عملنا له الكافيار. الكافيار زي ما بيقولوا ولعها نار. الكافيار جميل جدا جدا جدا، يناسب الشعرة دي ويناسب الشعرة الأتقل منها كمان شوية. للشعر اللي بينزل، للشعر المتساقط أو المقصف أو الضعيف، الكافيار حلو جدا جدا جدا. في حاجات تانية برضو جميلة، شايفين أنا بوريكم الأطراف. طبعا هي غاسلة بشامبو ومنشفة، الشعر برضو طري، الشعر مش ناشف، الشعر جميل جدا. هي كنت قصلها قبل كده ديجراديه. الشعر اهو، في الشعر بتنزل في ايدي، انا بشد في الشعر بوريكم الاطراف، حتى ان الاطراف عندها ناعمه. الشعر جميل جدا اقسم بالله، تحفه ما شاء الله يعني. ربنا يبارك لها ويهنيها هي واي حد يعني بيعمل او بيدفع فلوس في اي حاجه يعني. طبعا يعني احنا قلنا قبل كده ان في حاجات كتيره جدا جدا فلوسها حلال، بما فيها انواع الفرد. طبعا الفرد انواعه كتيره جدا، بس احنا بنشتغل على حسب الشعرايه اللي معايا. نزلت لكم فيديوهات كتيره قوي 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 بالنسبه للشعر وانواع الفرد اللي تتناسب معاه. زي ما انتم شايفين كده الشعر اللي معايا على الطبيعه. حبيت اصوره لكم قبل واصوره لكم بعد. النتيجه بجد بجد اقسم بالله، وبعد ما دهنت سيرم كمان الشعر بسم الله ما شاء الله يعني كده، حاجه غايه في الجمال. على فكره النتيجه في النهايه والله 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 بدون نقطه دهان، الشعر كده على الطبيعه. اقسم بالله كده على الطبيعه، الشعره كل شعره لوحدها، شعره بشعرتها، شعر تحفه 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 اهو.
عاجبها جدا ومبسوطه من النتيجه جدا جدا. انا كمان مبسوطه من النتيجه. خلي بالكم هي ما بتلعبش في الشعر بره عني، انا اللي بفرده، لان اي صبغه اي فرد اي حاجه انا اللي بعمله. هي دي الميزه. انما في ناس كتيره ممكن تفرد عندي وتروح تصبغ عند حد تاني، او تصبغ عندي وتروح تفرد والعكس يعني. فطبعا هي عارفه انا بستخدم لها ماده ايه وبستخدم لها صبغه ايه، فهي ما بتعكش بره. ماشيين مع بعض كده كل 6 شهور. زي ما انتوا شفتوا النتيجة قبل اهو، الشعر بسرح فيه، شايفين شكل الشعر. انا تليفوني ظالمني في الشغل، والله العظيم ظالمني في التصوير وظالمني في الجودة بتاعة النتيجة بتاعة الشغل. ونفسي كان يبقى الشغل باين معاكم على الطبيعة احسن من كده، يعني الطبيعه احسن من كده بكتير. يعني الشعر بسم الله ما شاء الله. بصوا انا بشد في الشعر وهوريكم المشط ولا شعره بتنزل فيه. الشعر كده بعد ما اتعمل واتغسل نتيجته جميله جدا جدا جدا. وعاملين عليه عرض، ده كافيار يا جماعه، ده كافيار. نتيجته حلوه قوي قوي قوي. الشعر بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، فيها فوليوم، طريه ناعمه، فيها لمعه. طبعا لما بتدهن بسيرم الشعر بيبقى طري عن كده بكتير جدا جدا اهو. طبعا النتيجة بتبان بدون غسيل اهو اهو. انتوا متعودين على مالك طبعا في كل الفيديوهات اهو. شايفين اللمعان اللي في الشعر والجمال بتاع الشعر. شايفين انا بسرح بالمشط وهوريكم شكل المشط، مفيش ولا شعرة بتنزل في المشط اهو. زي ما انتم شايفين جميل جدا جدا. احنا لسه كمان ما سويناش الاطراف، ما جيناش جنب الشعر. الشعر بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بعد الغسيل مباشرة اهو. حلو جدا 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 جدا. بصوا سايح طري ناعم خفيف في فوليوم، حلو جدا جدا جدا. عاملين عليه عرض يا جماعة الكافيار عشان كنا جايبين في رأس السنة يعني كمية وكده، فعشان كده انا عاملة عليه عرض اهو. انا بشد كل ده تسريح وكل ده شد في الشعر ومفيش شعرايه نزلت في المشط اهو. اصلا الشكل يعني هو باين اصلا ان شايفين هنديه هنديه يعني اهو. ده شكل الشعر اهو، جميل جدا اهو. شكله حلو جدا. نصيحه يعني، نصيحه لاي حد يعني الشعر والبشره بالذات يعني بلاش نجازف بيهم. ناس كتير ممكن تخلط لي مواد على مواد. ما تسترخصيش. يعني لو انت رحتي سنتر مثلا، واحده قالت لك 1000 جنيه ورحت سنتر تاني قالت لك 500 جنيه، صدقيني ابو 500 جنيه ده اكيد حاجه مش نظيفه. لان مفيش حد في الوقت اللي انا فيه او في الزمن اللي انا فيه دلوقتي هيجاملك عشان مصلحته او اكل عيشه، هيجاملك على حساب مصلحته، مستحيل. انا جاملك في حاله واحده، انا جاملك في الخامه اللي انا شغاله لك بيها كده انت تاخدي مني شغل انما ان انا الخامه دي مكلفاني 500 واقول لك اعملها لك ب 400، يبقى انا كده نصابه، يبقى انا كده بشتغلك. والمفروض انت تبقي فاهمه كده. المجامله اللي تاخديها مني او الواجب اللي تاخديه مني ومن شغلي ان انا اشتغل لك حاجه نظيفه، وانت تبقى عارفه ان اللي انا شغاله لك بتبقى واثقه فيا في الاول. زي ما انت شايفه كده النتيجه صراحه مبهره. نتيجه حلوه جدا جدا، عجباني انا شخصيا جدا. بسم الله ما شاء الله. هي ما بتلعبش في الشعر زي ما احنا قلنا، ما بتجيش جنب الشعر، هي بتيجي تسلمني الشعر كده وتقول لي اهو اعملي لي اللي انت شايفاه صح. اعمل لها بقى كافيار، اعمل لها فيلر، عملت لها جميع انواع الفرد قبل كده. احنا بقالنا كده يجي نقول 10 سنين كده مع بعض. يعني عملت كذا مره في ال10 سنين، اكتر من 10 15 مره اهو. زي ما انتم شايفين كده جميل جدا 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 اهو. الشعر خفيف قوي 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 وطري وسايح وفيه فوليوم زي ما انتم شايفين كده. وقلنا عليه عرض يا جماعه حلو جدا جدا جدا. يا ترى مين اللي جالنا دلوقتي اهو؟ الشعر جميل جدا جدا جدا. طبعا اللي اتفرج معايا لنهايه الفيديو هنا ما ينساش يقول كلمه حلوه ويحط لايك للفيديو عشان انزل لكم كل جديد. طبعا انا ما سويتش اطراف وما دهنتش سيرم، هي هتمشي على مجموعه العنايه طبعا عشان الدنيا تتظبط معاها والدنيا هتبقى تمام. دي كانت النهايه بتاعه الفيديو. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد.